بعد انتظار طويل عالجتو كل مكونات مدينة آسفي. بدات أهم مرحلة من عمليات ترميم قصر البحر، المعلم الأشهر في المدينة اللي كيرجع تاريخ البناء ديالها لأكثر من 5 قرون. وفي الفيديو ديالنا اليوم غنكتشفوا مع بعضياتنا جديد أشغال الترميم والتفاصيل المرافقة لهذا الورش المهم اللي كيشكل أهمية كبيرة لمدينة آسفي والساكنة ديالها. ونتمنى إلا عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الإعجاب، ونبداو على بركة الله. بدات عملية ترميم قصر البحر بواجهته الشمالية، وهي الواجهة المطلة على مدينة آسفي، اللي شملت تدعيم الجدران المهددة بالسقوط باستخدام مواد تقوية كتحقن بها الشقوق، وكذلك ترميم الأقواس والأبراج والنوافذ التاريخية. وعملية الترميم هذه كتم بنفس الحجارة اللي تبنى بها القصر زمان. لكن التحدي الكبير هو عملية الترميم اللي كتشمل الواجهتين الغربية والجنوبية للقصر، اللي كتهدف بالأساس لحمايته من قوة الأمواج والتيارات البحرية، ووقف تآكل الصخور اللي كتهدد الأساسات ديالو عن طريق خرق حاجز لصد الأمواج، كيعمل كخط دفاع أول قبل ما توصل أمواج المحيط لقصر البحر. بداية أشغال ترميم هذه الواجهتين كانت من خلال إجراء دراسات جيولوجية وهيدرولوجية لتحديد نقاط ضعف الجرف الصخري المعروف عند ساكنة آسفي باسم جرف آموني، وأماكن التآكل اللي كتهدد جدران قصر البحر اللي على أساسها غيتحدد موقع اللي غيتشيد فيه الحاجز البحري. تم تثبيت الجرف عن طريق حقن مواد خاصة هدفها منع الانجراف والتشقق، ثم عملية وضع طبقات من الصخور الضخمة كقاعدة أولية لحماية الجرف من قوة الأمواج، ومن بعد تثبيت مكعبات إسمنتية كبيرة الحجم اللي تم تصنيعها محليا لضمان الملائمة ديالها للمناخ البحري لمدينة آسفي. وغيكون هذا الحاجز على شكل مدرج بميلان هندسي غيسمح بتفكيك قوة الأمواج قبل ما توصل للأسوار، واللي غتغطى من بعد بطبقة عازلة كتحميها من التآكل المستقبلي. الهدف من هذا الرصيف أو الحاجز البحري هو تأمين المنطقة البحرية المحيطة بالقصر ومنع وصول الأمواج القوية مباشرة ليه، وكتم مراقبة كفاءة الرصيف البحري بشكل يومي باش يتم التأكد من قدرته على تفكيك طاقة الأمواج. من بعد كل هذه العمليات غيتم ترميم الجدران المهدومة والجدران المهددة بالسقوط عن طريق حقنها مواد كتقوي الشقوق، وكذلك إعادة بناء الأقواس والأبراج والنوافذ باستخدام نفس الحجارة الأصلية، وتقوية أساسات قصر البحر بشبكات حديدية، وحقن الأسمنت بمواد كتزيد من تحمل ضغط الأمواج، وأيضا تنظيفه من الطحالب والأملاح البحرية ومعالجته من الرطوبة والتآكل. وإن شاء الله من بعد الانتهاء من عمليات الترميم غتجهز هذه المعلمة التاريخية بتفاصيل أخرى غتزيد من الجمالية ديالها باش تفتتح أمام ساكنة آسفي والسياح والزوار بأحلى حلة. كيشرف على مشروع ترميم قصر البحر بمدينة آسفي وزارة الثقافة والشباب والتواصل، ووزارة التجهيز والماء، والجماعة الترابية لآسفي، وجهة مراكش آسفي. وتوصلات ميزانية كبيرة لهذا المشروع وصلت لأكثر من 388 مليون درهم. قصر البحر ماشي غير معلمة مهمة بالنسبة لآسفي فقط، بل أهميته كتجلى على الصعيد الوطني، لأنه كيأرخ لحقبة مهمة في تاريخ المغرب، وهي الاحتلال البرتغالي للعديد من المدن المغربية ومنها آسفي طبعا، اللي تم استعماره في سنة 1508 ميلادية عن طريق القائد العسكري البرتغالي دوم غيوم دي مينيزيس، اللي شرف بنفسه على بناء قصر البحر اللي امتدت مدة البناء ديالو من سنة 1508 حتى لسنة 1523. وكان الهدف من بنائه هو يكون حصن عسكري بحري اللي يصد الهجمات القادمة من البحر، وبقى تحت سيطرة البرتغاليين حتى سنة 1541 بعد ما انهزموا أمام جيش السلطان السعدي أحمد المنصور.